يا حبايبي هنا عندي قرنبيط متقطع حتت اهوت صغيره، قطعها حتت صغيره خالص اهيت. عندي هنا بصل، عندي هنا بصلتين، عندي فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم، عندي كزبره خضراء، عندي هنا 5 بيضات وليمونه، وعندي هنا فول، وهنا انا ضربه الثوم هنا، وفي هنا دقيق. ان شاء الله احنا هنعمل عجة قرنبيط وهنعمل فول بالصلصه. يلا نبتدي الفيديو بقى. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا هنسمي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يا حبايبي انا حضرت الصينية بتاعتي اللي هعمل فيها اللي اشوح فيها البصل، ودي اللي هشوح فيها البصل بتاع الفول في الحلة دي. يا حبايبي هنا انا شوحت البصل ومعاه التوم اهوت. احنا مش هنحمر البصلة اكتر من كده. ويا حبايبي هنا عندي الملح والبهارات بتاعتي، فلفل اسود وكزبره، المفروض يكون في كمون بس انا ما عنديش كمون، وحاطه هنا رشه كركم. هنحطه كله مع بعضه. ويا حبايبي هنا انا قطعت الطماطم للفول، حطيت له طماطم متقطعه اهيت. هنا يا حبايبي للفول انا حطيت هنا رشه الملح بتاعته والبهارات بتاعته، واسيبه بقى الطماطم تستوي مع بعضها. وهنا بقى انا هحط الخضار بتاع القرنبيط. هنا يا حبايبي انا اديت الخضار كله تشويحه بسيطه مع بعض اهون، وهنطفي عليه بقى. وهنا يا حبايبي انا حطيت الفول علشان يستوي. انا الفول ده انا عاملاه في البيت ومفرزاه يعني. هنا بقى هنسيب الخلطه بتاعتنا دي تبرد براحتها على ما نجهز البيض والدقيق مع بعضهم. هنا يا حبايبي انا جهزت الحله بتاعتي اهي، بسخنها على ما اخلص البيض والدقيق. وهنا يا حبايبي انا عندي 5 بيضات وعندي ليمونه اهيت. هنا انا حطيت رشه فلفل اسود، رشه خل، شويه بيكنج باودر او المتوفر عندك، لو في بيكنج صودا ينفع يعني تقريبا نص كوبايه لبن. هنا 3/4 كوبايه دقيق هنخلهم. وهنا في الخلطه دي انا زودت كمان شويه ملح. وهنا يا حبايبي انا حطيت الخليط كله على بعض اهوت، قلبه بقى كويس. وهنا انا جهزت القارب بتاعي دهنته سمنه. هنا يا حبايبي القارب بتاعي انا جهزته اهوت، هحطه بقى في الحله اهوت. يا حبايبي انا حطيته في الحله اهوت. يا حبايبي وهنا خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.